ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. النهاردة جالي بوكس حلو جدا، يلا بينا نفتحه مع بعض ونعرف بوكس ده فيه ايه. بس قبل ما ابدأ في الفيديو الحلو ده وقبل ما اقول اي حاجة عن البوكس الجميل ده، يلا بينا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس وكمان نعمل لايك، ويلا بينا نبدأ على طول. هو انا بصراحة يعني فتحته بس ما فتحتوش قوي يعني. فتحت بس اول حتة منه عشان كنت عايزة اعرف ايه انا جالي ايه بالظبط. انا جالي يا جماعة بوكس من ماما في الشغل. شكرا بجد على البوكس الجميل ده، ومكتوب احلى حاجة فيه، مكتوب ان هو صنع في مصر. يلا بينا بقى نفتحه ونشوف البوكس الجميل ده فيه ايه. مفيش مانع بعد ما فتحنا البوكس نقعد نفرقع كده. مين كان بيحب الحركة دي زمان وهو صغير لغاية دلوقتي؟ اكتب لي تحت في الكومنتات ويظهر كده. هو ده براند ماما في الشغل، وهو صنع في مصر. بيبيعوا بلانرات، بيبيعوا كمان حاجة رمضان ازاي تنظمي وقتك لوحدك ومع طفلك لو انتي ماما. عندهم حاجات كتيرة جدا مختلفة، هسيب لكم برضو اللينك بتاعهم في الديسكريبشن تحت او تعليق مثبت عشان تشوفوا هم عندهم حاجات تحفة قد ايه، بجد خطيرة جدا يا جماعة. فيلا بينا بقى نشوف البوكس ده ونفتحه مع بعض. بصوا معايا بقى، بصوا بيتفتح ازاي. اول حاجة انتوا بتعملوا البتاع كده اللي هي الحتة الاخيرة دي كده، تمام، وتفتحوا البوكس بالشكل ده. اول حاجة في البوكس الحلو ده موجود فيه اللي هي لوحة الحائط السنوية او الانوال بلانر، يعني انتوا بتخططوا فيها بقى للسنة كلها. فاوريكم، بص هي اصلا كبيرة قوي، اكبر من حياتي. في مكتوب فيها يناير وفبراير ومارس. في بقى بصوا على الجنب ده في مكتوب الايام كلها بتاعت الشهور. فبصراحة حلوة جدا، تحفة. طبعا هنعلقها مع بعض. من ضمن الحاجات القمر اللي عجبتني هو القلم الكيوت العسول ده. بجد بحب قوي الاقلام دي، بجد شكرا شكرا شكرا. وبجد هكتب بيه بقى وهري البلانر ده بيه. ههريها كتابة بجد جميلة. بجد شكل كيوت كمان، فبجد شكرا. يلا بينا بقى نشوف اللي بعده يا جماعة. من ضمن بقى الحاجات التحفة اللي موجودة في البوكس ده واللي معمولة بحب بجد، وهما مخصصين لكم حرفيا كل حاجة في اليوم ان انتوا تعملوها، مخصصين لها مكان. يعني مثلا هنا جورنال يومي، جورنال يومي غير الجورنال بتاع الشهر. فاليومي بقى واللي مختلف عن البلانر، هتلاقوا فيه كده كل صفحة معمول لكم كده زي جدول. انا برضو بحاول اقرب لكم عشان تشوفوا معايا كمية الديتيلز اللي هم مش سايبينها بجد. شكرا. مكتوب ايه؟ تخطيط يومي، ومكتوب التاريخ، مكتوب الساعة المهمة وملاحظاتي، وهنا على الجنب مكتوب اكلي يومي وروتيني اليومي وعدد الساعات اللي هي سواء بقى للنوم للرياضة للفيتامين للوقت الخاص وعدد اكواب المية، وكمان تقيموا اليوم. دي معمولة في كل صفحة، في كل صفحة حرفيا، وتقريبا وانا اللي بخمنه ان هم عاملينها 365 يوم. فبجد شكرا شكرا للجورنال اللي هو اليومي، اللي هو ممكن يساعدنا واكيد هيساعدنا في ان احنا ننظم يومنا يوم بيوم، غير ان انت تكتبي اهدافك كده عشوائية في الشهر. لا، كمان عاملين لك ان انت في اليوم هتنظمي اليوم نفسه عامل ازاي. يلا بقى نشوف اللي بعده. من ضمن برضو الحاجات التحفة اللي عجبتني في البوكس ده وهو جورنال المصروفات. مفيش حد من اللي انا كنت بجيب منهم او بجيب عامة بلانرات كتيرة جدا حد فكر ان واحد يعمل حاجة مدخرات او مصروفات او بند عامة في البلانر ان انت توفر في اليوم. فهم عاملين كده، عاملين بصوا زي كده كتيب برضو او تودو، يعني تودو ليست، عبارة عن تودو ليست برضو بس عبارة عن جورنال مصروفات. فكاتبين لكم ايه بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. تخطيط مصروفات شهر يناير مثلا يعني
كاتبين لكم التاريخ او شهر ابريل، تاريخ الدخل الثابت، دخل متغير، المديونات، مجموع الدخل الشهري، جدول مديونات، جدول مدخرات، وكمان جايبين لكم يلا نقسم فلوس الشهر. قسمي الفلوس على الفئات المختلفة مثل الأكل، البنزين، الخروجات، الفواتير، فكاتبين لك الفئة والقيمة. وهنا برضو جدول المدخرات كاتبين لك سبب الادخار، مبلغ المدخر، مجموع الادخار. وهنا مديونيات كاتبين قيمة المديونية والتاريخ، لو حد مثلا انت مديونة حاجة او في عليكي مثلا قسط اي حاجة فتكتبي هنا. وهنا برضو هنا كاتبين لك الدخل الثابت والدخل المتغير اللي هو مثلا مش بيجي كل شهر، مديونيات اللي هي بتاعت الشهر ده مديونة بايه، ومجموع الدخل الشهري عامة انت دخلك كله عبارة عن ايه. فبجد حلو جدا التصميم والديزاين، وان هم يفكروا في حاجة زي كده بجد شابوه شابوه ليهم بجد، معمولة بجد زي ما قلت لكم بحب. فشكرا شكرا شكرا من قلبي من هنا للسنة الجاية. يلا بينا نشوف اللي بعده. ومش ناسيينك برضو اعمل لك تو دو ليست ان انت تاخديه معاكي بقى في اي مشوار، اي حاجة مهمة مثلا في يومك عايزة تعمليها وعايزة تكتبيها بسرعة كده في مكان ما يضيعش كمان، اعمل لك تو دو ليست. فالتو دو ليست ده برضو عاملهولك ومنظمهولك، لان الواحد برضو بجد بيبقى تايه في الشهر، عايز يعمل حاجات كتير وعايز يلم الدنيا ويلاقي نفسه ما انجزش بربع جنيه بس هم عاملينها لك بجد بحب. عاملين لك دي بالاسبوع ويكلي تو دو ليست، اولويه المهمه عاملين لك ان انت تكتبي المهمه ايه ودرجتها ايه، يعني ان هي مهمه فعلا بالنسبه لك الاسبوع ده ولازم لازم لازم تنفذيها، ولا ممكن تاجليها، او ممكن انت ما تعمليها برضو بس اللي هي مش مهمه قوي، لسه في وقت بقالك في الاسبوع ممكن تعمليها فيها او ترحليها كده وهكذا. فاعمل لك برضو الكتيب ده كله كده. طبعا اظن برضو ان هم عاملينها 365 يوم او على حسب انت مهامك ايه، فدي حلوه برضو جدا تاخديها في شنطتك ومش هتاخد حيز خالص. وعاملين لك برضو بوك مارك تحفه بنفس الديزاين بتاع البوكس، وبجد جميل قوي وكيوت. يعني بصوا كاتبين بقى ايه، اصبحتي الان عضوه في مجتمع ماما في الشغل، اهلا بيكي، تابعينا عشان تعرفي على خدمات ومنتجات وعروض ماما في الشغل. حاطين لكم طبعا كل الصفحات بتاعتهم، وانا برضو حاطها لكم اللينكات في الديسكريبشن تحت في اول تعليق مثبت عشان تتابعوهم. بجد يا جماعه حاجتهم خطيره، وعندهم كورسات كمان جميله جدا. ممكن انت نفسك تحسي ان انت محتاجه الكورسات دي عشان تنظمي يومك اكتر وتحسي فيه انتاجيه في يومك. فبجد شكرا، حلوه قوي وكيوت، وهستخدمها كتير 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 في حاجات مختلفه. بصي بقى عاملين لك ايه بقى تاني، عاملين لك كتاب تلوين طبعا سواء ليكي بقى او لاطفالك، يعني هم مش ناسين حاجه بصراحه. عاملين كتاب تلوين كده، وعاملين بقى ايه اشكال حلوه كده عايزين نلونها مع بعض برضو. بجد شكرا شكرا بجد، انا بحب الحاجات دي قوي قوي قوي، يعني بجد بحس ان هي بتفرغ كميه طاقه. لو انت حاسه ان انت عايزه تعملي حاجه مختلفه، reach for the stars حاجه حلوه جدا جدا قطه ويعملوا لك اشكال حلوه بجد وبنوته زي القمر. فحلو جدا الفكره والديزاين وكل حاجه بجد، فشكرا بجد جدا جدا جدا. دي بقى نتيجه 2025 كل يوم بدايه جديده. بصوا بقى، يعني انا عايزه اوريكم برضو الديتيلز في كل شهر. عاملين لك برضو، يعني هم بجد خطوات ما شاء الله عليهم، مش ناسين حاجه. عاملين لك بصوا النتيجه، وعاملين لك نفس اللي هو زي نوتس كده او الحاجات اللي هم كانوا كاتبينها في كل شهر، عاملينها لك بنفس الحاجه عشان ما تنساهاش، وعشان دايما تحطيها قدامك كده وتفتكري وتقولي الشهر ده انا فعلا عملت، لو انت احلامي، والشهر اللي بعده فعلا عملت ظروف مناسبه وصنعتها بنفسي. وكل شهور برضو عاملين بقى كده. فبجد شكرا 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 بجد، انا بجد حبيت كل حاجه في البوكس ده، معموله فعلا بحب. وعاملين لك الالوان، يعني عارفين بجد مظبطينكم، يعني مظبطين كل حاجه عشان تفرحوا بيها. فده بوكس فعلا السعاده، بوكس فعلا السعاده. يعني شكرا 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 من هنا للسنه الجايه. اخر بقى شهرين
انا بوريكم ليه بقى، لان بجد اكتر حاجه بتعجبني في اللي هم صاحب براند او صاحب حاجه، ان هو يهتم بالتفاصيل بتاعت الشخص اللي رايح. يعني انا مش مثلا بقدم منتج او حاجه ومش براعي الديتيلز بتاعت كل شخصيه او عامه تناسب كل الاذواق. فبجد شكرا. ودي بقى هنعملها هنا، نحطها جنب شايفين العلبه اللي هي فيها او المكان اللي فيه اقلام كتيره كده، ممكن احطها جنبها. حلوه جدا. تمت وضعها بنجاح على المكتب. بس بقى اخر حاجه في البوكس القمر ده هو الستيكرز دي بقى بتستهويني. يعني بصوا حاطين حاجات بجد هتعجبكم جدا. يعني بصوا لو فتحتوا كده هتلاقوا فيه ستيكرز اهي، كاتبين ايه بقى، رحت الجيم، كله هيعدي، عاوزه اخرج. فكاتبين لك حاجات قمر قوي، عاوزه افصل، عاوزه خلصت اللي ورايا، عاملين دن فيروز، او ماي جاد انا مبسوطه، عاوزه اخرج تاني. وعامل لك بصوا موشنز موشن كتير، وعامل لكم برضو ايموشن تاني. يعني بصوا هما يعني مش سايبين تفصيله بجد، ما شاء الله عليكم. وعامل لكم برضو ستيكرز ستارز وقلوب وورد وحاجات حلوه كتير بجد عجبتني، تحفه بجد. وفي كل حاجه عايزين الحاجه مرتين. ليه؟ لان في حاجات كده تبقي عايزه تاخدي منها ستيكر تاني مش عايزاها تخلص. فهم بجد عاملين حاجه روعه. عندي تنظيف دي عجبتني قوي انا فخوره بنفسي. انتي قدها، صباح الورد، انا شاطره، هروح الكوافير، اضحكي، حوشي فلوس، عايزه اتفسح، هدلع نفسي. ودي برضو عاملين منها صفحه تانية وعاملين هعيط وفي سيلبريشن ومواعين، خلصت الاكل كده. وعاملين برضو هنا ليه لا، لاف وهلو وبي بوزيتيف وجود فايبس، جود فايبس اونلي، وقعده حلوه وبحب نفسي وحاجات حلوه كتير. وكمان عاملين لكم نفس برضو الاستيكرات في الصفحه اللي بعدها، وبرضو كله في الوان مختلفه. بجد انا بحبكم يا ماما في الشغل، بجد حبيتكم وعايزه اجيب منكم تاني كده على طول ان شاء الله. وكمان بجد شكرا على البوكس الحلو ده، وشكرا على التفاصيل كلها. وبجد ان شاء الله يعني ان شاء الله مش اخر تعامل. وفي نفس الوقت بجد شكرا على الهديه اللطيفه دي، عجبتني، معموله بحب ومعموله ان انتوا ما تضيعوش لحظه في حياتكم كده، لازم تعملوها وتستغلوها. تعالوا نشوف بقى البوكس القمر ده. بجد دي اللي هي اجندة 2025 او البلانر بتاع 2025. اول حاجة الديزاين بتاع البوكس عامة او كمان البلانر قمر قوي، حسسك كده بطاقة وبروح كده موجودة، ان انتي عايزة دلوقتي تكتبي وتنظمي وتعملي كل حاجة في البلانر دي. تعالوا بينا بقى نشوف البلانر دي عبارة عن ايه. اول حاجه لفت نظري ان هما يعني سايبين لك كلام كده، كميه طاقه ايجابيه بجد موجوده في البلانر دي، حسستني كده ان انا عايزه ابدا اعمل حاجات كتير قوي في يومي واكتبها كمان. اول حاجه بصوا كاتبين ايه، اهلا بيكي في عالمك الخاص، أجندة ماما في الشغل هدفها مساعدتك في تنظيم جميع جوانب يومك مع إطفاء السعادة والسلام في حياتك، وافتكري دايما ان سلامك الداخلي اولويه. والرسمه بصي اهي حلوه قوي. يعني انا بجد يعني بحب قوي الاشخاص اللي هم بيخاطبوكي، يعني مش اللي هو ايه اي كلام وخلاص، لا هو الكلام ده اصلا معمول عشانك. فحلوه قوي لذيذه يعني. تاني حاجه بقى هتلاقوا هنا ايام الشهر كلها مكتوبه في الاجنده، الشهور كلها يعني وكأنها كالندر، فتقدروا تشوفوا منها الشهور كلها موجودة فيها. نقلب بقى هنلاقي هنا تحديد الوضوح. بصوا بقى يعني هنا مكتوبة كل حاجة بحب. مهم قوي ان كل سنة تعيدي تقييم نفسك وتعملي انعكاس لذاتك. الأسئلة دي هتساعدك تعمقي جوه نفسك عشان تفهميها اكتر.
ادينك شوية اسئلة كده عشان تعرفي بيها انت عايزة ايه، وتبدأي بقى تخططي له بنظام وبأولوية كده تحطيها في البلانر دي. كيف احب ان يتذكرني الناس، يعني انتوا في حياتكم بتحبوا ان انتوا الناس تفتكركم بايه. تاني حاجة، لو حياتك كانت فيلم كان هيبقى اسمه ايه؟ ما هي القيم العليا اللي انتوا بتؤمنوا بيها في حياتكم؟ ما هي العادات اليومية التي اود اكتسابها؟ ايه هي اولوياتي في هذه الفترة من حياتي؟ ايه الحاجات اللي ممكن تهديني لو متضايقة؟ ايه هو اليوم المثالي بالنسبة ليا؟ فبصراحة حلو قوي يعني التحدي ده. انا عايزاكم برضو تكتبوا في الكومنتات الحاجات دي وتقولوا لي رأيكم في البلانر. بعد كده بقى الصفحة اللي بعدها هتلاقوا فيها كيف تبنين قوتك الداخلية، يعني انتي بتبني قوتك الداخلية ازاي. احرصي على فعل اشياء ذات معنى وقيمة، عاملي الآخرين بمصداقية واحترام، اعطي أولوية لسعادتك، استثمري في مهاراتك. والناحية التانية صاحبي من يملك عقلية النجاح والإيجابية، تحملي مسؤولية قراراتك وأفعالك، اعملي على تطوير نقاط ضعفك. بصراحة الرسمة والديزاين وكل حاجة حلوة يا جماعة. بصوا كمان هنا عاملين الحاجات اللي الواحد ممكن يكون بيحبها وبيعملها في يومه وبياكلها حلو قوي بجد يعني. وكمان بصوا الرسومات مدية رونق كده بلانر بجد. وانا بحب كمان البلانر اللي هو بيكون بسلك كده، جميل قوي ان هو سهل في الحركة والسهل ان انتي تقلبي، فجميلة بصراحة. بصوا بقى اللي بعده، اشياء تساعدك في العيش بسلام داخلي. طبعا ده يوجا يوجا على فكرة دي تمارين حلوة جدا بتساعدك على الاسترخاء، وكمان بتنظم عقلك وأولوياتك. مش بس ان انت تقعدي كده، لأ، ليها على فكرة قوانين وحلوة جدا. بصوا بقى اللي بعده، تعلمي التسامح، تأملي كل يوم، تصالحي مع الماضي، تصالحي مع نفسك، ما يعتقده الناس عنك تحرري منه، ما تقارنيش نفسك بحد، عودي دايما دماغك تدور على حلول لأي مشكلة، مش إنها تفكر في أبعاد المشكلة. عجبتني قوي بجد يعني كمية حاجات وطاقة إيجابية ونصايح بجد، لو خدتوا بيها هتعيشوا في سلام كده واستقرار داخلي، وهتعملوا أحلى شغل في يومكم. طاقتك، بصوا بقى الصفحة اللي بعدها، مصادر الطاقة، ضوء الشمس. يعني لازم كل يوم ان انتوا تعرضوا نفسكم للشمس، تتمشوا بقى، تتكلموا مع حد من اصحابكم، تخرجوا مع بعض كده. تاني حاجة ان انتوا تاكلوا كويس، الاكل المغذي طبعا، وتعملوا اكل صحي كمان، وتعملوا كمان تمارين. يعني تاكلوا كويس وصحي، وفي نفس الوقت تعملوا تمارين رياضة، عشان دي مش بس للدايت ولا عشان مثلا تتخني نفسك، لا، الرياضة بتخلي الواحد يفكر صح في يومه، بيخلي الواحد ما ينفعلش زيادة عن اللزوم، يبقى فيه حاجات كتيرة كده الواحد يهدي نفسه عشانها. الرياضة بتساعد هرمون السعادة يبقى موجود عندنا، وفي نفس الوقت واحد ما يفكرش في الحاجات اللي حصلت له قبل كده ويقعدوا يفتكرها. فبجد الرياضة مهمة جدا يا جماعة. التأمل والصلاة، التأمل ان انتي تتأملي في المخلوقات، وتتأملي في عظمة وروعة ربنا في خلق السماوات والأرض، وعامة ان انتي تتأملي في النعم اللي ربنا أنعمها علينا. فبصراحة دي برضو نقطة مهمة ان انتي تعمليها في يومك. والصلاة طبعا من ضمن الأولويات والحاجة المهمة جدا واللي ما تخليهاش تضيع في يومك هو الصلاة، لأن الصلاة دي من غيرها الواحد جد يعني حرفيا بيضيع. يعني مش اللي هو لا أنا هصلي الصلوات كلها مرة واحدة في اليوم بالليل، لا، حاولي تحرصي ان انتي الصلاة بصلاتها. يعني حتى لو مثلا في يوم قصرتي، لا، ما تقوليش ان ربنا كده غضبان عليا وانا كده مش هصلي، لا، ارجعي تاني وجهدي نفسك، وهتلاقي نفسك بجد وصلت. حاجة بقى بيقولوا لكم عليها برضو، الصداقات الحقيقية. مش شرط ان الواحد خالص يكون عنده 1,000,000 شخص
صديق لأ، قد ما هو عنده مثلا شخص واحد بالدنيا كلها. يعني بمعنى انتوا لو مثلا عندكوا صديق واحد بس بتسألوا على بعض فيه، مع بعض في وقت الزنقة، مع بعض في الفرحة، كل ده يا جماعة بجد بتفرق. مش بس اللي هو معاكوا كده هاي هاي باي باي كده، لأ بجد. لو مثلا انتوا حطيتوا في بالكوا ان انا اهم حاجة عندي ان الصديق يكون بمعنى الكلمة معايا في الشدة قبل الفرح، ومعايا في كل حاجة من اوقات حياتي، وحتى لو هو مثلا في مرة زعلنا مع بعض، لأ نرجع تاني نفتكر الحاجات الحلوة اللي كانت ما بيننا، فدي بالدنيا كلها بجد. بيقول لكم برضو في يومكم تنفسوا بعمق. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي الواحد بجد بتفرق معاه في يومه ان هو ياخد نفس عميق. يعني بمعنى تنظيم النفس بيخلي الواحد انفعالاته ما تزيدش في اليوم، دي اول حاجة. تاني حاجة ما يخليش الواحد برضو يغضب بسرعة برضو. ثالث حاجة بيقولك لما تتنفس بعمق وتاخد اكبر قدر من الاكسجين، بيساعد جدا ان انت تغذي خلايا العقلية والجسدية بتاعتك، وتحس بقى بطاقة ونشاط، وان انت عايز تعمل حاجات كتير في يومك، مش بس اللي هو حاجتين وخلاص او كسلان كده. فدي من ضمن التمارين بجد اللي الواحد مفروض يتبعها يعني. والنوم الصحي، النوم الصحي طبعا يعني كلنا طبعا نومنا متلخبط جدا جدا من بعد رمضان، بس بنحاول يعني. فالنوم الصحي يعني ان احنا ننام بدري ونصحى بدري، ونصحى وقت اذان الفجر كده بطاقة وبروح حلوة جدا. هتلاقي اليوم عندكم طويل جدا جدا جدا. حتى اللي هم بيشتغلوا عندكم فترة اللي هو الفجر، بعد الفجر دي ما تناموهاش، هتلاقوا نفسكم بتعملوا كمية وقت كده بتستفادوا بيه. اعملوا حاجات كتير مختلفة، حتى اللي هي مامز واللي عندها اولاد تقدري برضو ان انت تنظمي وقتك، تخلي لك وقت مثلا اللي هو بعد الفجر ده. يا جماعة بجد لو استغلتوه، انا بفكر نفسي اولا قبلكم كلكم يعني، لان بجد فعلا الوقت ده يعني زي ما بيقولوا ايه بركة، وفي نفس الوقت ان ربنا بيوزع الارزاق في الفجر. فانتوا حاولوا تستغلوا الوقت ده، هتلاقوا نفسكم ان انتوا مبسوطين وروحين بطاقة ايجابية. ولو عندكم شغل مثلا هتعملوه اكبر قدر، لو عندكم تاسكات مثلا، عندكم مثلا ان انتوا تعملوا ورد قرآن يومي، فده حاجة حلوة جدا. نيجي بقى للصفحة اللي بعدها، بيقول لكم سارقي الطاقة. ايه بقى اللي هي بيسرق طاقتنا في اليوم وكده؟ ارضاء الناس. طبعا ارضاء الناس غاية لا تدرك، معروفة. يعني حتى لو انت حاسس ان نفسك ان انت صح، او ان انت عملت اللي عليك تجاههم، هتحس ان في ناس مش مستوعبة ان الحاجة دي بذلت عشانها مجهود عشان تقدمها لهم. فبجد يعني حاول على قد ما تقدر، او انتي حاولي على قد ما تقدري ان انتي اولا ترضي ربنا سبحانه وتعالى. دي اولا هتلاقي نفسك انتي راضية عن نفسك، وكمان هتلاقي ربنا سخر لك الناس كلها ترضى عنه، ومفيش حد فعلا 100% الناس راضية عنه. فانتي اسعي دايما 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 ان انتي ترضي ربنا. وفي اعمالك برضو ان انتي تحطي في اعتبارك الضمير. انا بعامل الناس عشان اخلاقي كمان، مش بعاملهم اللي انا ارضيهم، لا. فاهماني؟ بس كده. تاني حاجة بيقولك سارقي الطاقة ادمان الموبايل. طبعا ادمان الموبايل، في ناس بتدمن الموبايل بقى سوشيال وكده، ومش بتعمل حاجة مفيدة. لكن الموبايل لو استغلتوه في حاجة مفيدة، لان في حاجات كتيرة جدا جدا ممكن تستغلوا بيها الموبايل بطريقة حلوة، وفي نفس الوقت هتحسوا ان انتوا برضو ما بعدتوش عنه يعني. بس لو برضو خصصتوا وقت للسوشيال ميديا وان انتوا تتفرجوا عليا برضو، هتلاقوا نفسكم ان انتوا بتنجزوا حاجة وفرحانين ومبسوطين، وفي نفس الوقت ايه تعملوا حاجة انتوا برضو بتحبوها.
يعني ان انتوا لو الموبايل ده استغلتوه مثلا في الشغل بتاعكم، لو مثلا في ناس بتشتغل اصلا على الموبايل، في ناس اصلا بتذاكر على الموبايل، فالموبايل مفيد للي يستغله صح، مش بس ان انتوا تدمنوه في حاجات مش مفيدة، لا انتوا ممكن تدمنوه في حاجات مفيدة. برضو من ضمن سوارق الطاقة هي التفكير الزائد. التفكير الزائد ان انتوا تفكروا ان انتوا مثلا في الماضي، في الحاجات اللي حصلت في الوقت برضو الحالي، برضو ان انتوا تفكروا في حاجات ان مستقبلكم عامل ازاي. كل ده بإيد ربنا، يعني كل ده بإيد ربنا بجد. الخوف والتوتر، طبعا تخافوا من حاجة، كل ده بيسرق منكم من يومكم، والتوتر ان انتوا تخافوا من حاجة وتتوتروا منها وما تعملوهاش، برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتسرق الطاقة في اليوم. ومن ضمن الحاجات اللي بتسرق الوقت هي الفوضى. يعني ايه فوضى؟ تسيبوا حياتكم تمشي كده زي ما تيجي، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بتسرق الطاقة. والعيش في الماضي، ان انت او انتي تقعدي تفكري ما عملتش كذا، ما انجزتش في كذا، تقعدوا تفتكروا ان انتوا برضو كده مش ناجحين، لا، مع انكم عملتوا حاجات كتير جدا جدا في سنين عمركم، لو كتبتوها هتحسوا ان انتوا انجزتوا وعملتوا حاجة ليكوا نفسكوا الاول، وكمان تفيد بلدكم. اخر حاجة الجلوس لفترات طويلة. من الطبيعي ان انتوا اي حاجة انتوا بتعملوها لازم يبقى فيه ان انتوا تفصلوا في يومكم. يعني مثلا قاعدين ان انتوا تذاكروا، تفصلوا ولو تلت ساعة او ربع ساعة ان انتوا تعملوا حاجة بتحبوها، تقروا كتاب، تعملوا رياضة، تتفرجوا حتى على فيلم. اللي هو الفصلة دي بتخليكم ان انتوا تستعيد طاقتكم تاني. لكن لما تقعدوا على حاجة معينة ممكن ما تخلص، ان خلاص المخ فصل، المخ ما بيستوعبش المادة او حاجة في اليوم او مادتين اقصاها. لكن انتوا هتقعدوا، او مثلا لو عندكم مواد كتيرة بس تاخدوا من كل مادة جزء معين، هتلاقوا نفسكم مش مضغوطين، دي اولا. ثانيا ان انتوا بتنجزوا في يومكم على مدار كمان السنة، ما تخلص هتلاقوا نفسكم خلاص كده انتوا مذاكرين ومرتاحين كمان. من ضمن الحاجات اللي عجبتني في البلانر دي هي عجلة المشاعر. طب ايه هي عجلة المشاعر؟ هما كاتبينها ان انت مثلا لو حسيتي في يوم مثلا ان انت متضايقة او مثلا حزينة او غضبانة او خايفة، او عندك كده فرحة او قوية او متسامحة مع نفسك ومع الاخرين، فالعجلة دي هتساعدك. تقدري كمان تحددي عن طريقها انت حاسة بايه، بس هتبدأوا من العجلة اللي هي من الداخل، وبعد كده تبدأوا من الخارج للخارج، فهتحددوا ان انتوا مشاعركم عاملة ازاي، وفي نفس الوقت هتتعاملوا معاها ازاي. فهم هنا كاتبين في العجلة صغيرة: قوي، مرح، خائف، غاضب، حزين، متسامح. في العجلة اللي هي الوسطانية كاتبين رضا، متفهم، حميمي، محب، واثق، رعاية، مخلص، مهم، أمل، مقدر، محترف، فخور، واعي، إبداع، مرح، نشاط، جذاب، متحمس، قلق، عدم الأمان، مطيع، عجز، يعني عاجز أو في عجز كده، مرتبك، مرفوض. بس في نقطة، يعني كل لون ليه حاجته. يعني مثلا أنا حاسة إن أنا قوية اليوم ده مثلا، فهي بسبب ده إيه؟ إن أنتي مثلا مخلصة، مهمة أو مهتمة، عندك أمل، مقدرة، محترفة، فخورة، بس يعني بصوا كل حاجة بلونها. بعد كده هتيجوا بقى للدايرة اللي هي الأخيرة في الأولانية أو في الخارجية: واثقة من نفسك، مزكية، جديرة بالاهتمام، ذو قيمة، راضية، مبتهجة. فهماني؟ فالعجلة بتمشي كده من الجوه، من الداخل للخارج بنفس اللون. يعني قوي ليه حاجته، المرح ليه حاجته، الخائف ليه حاجته، الغاضب ليه حاجته، وهكذا، وحزين ومتسامح.
عجبتني قوي الفكرة بجد. يعني انا ساعات او احنا كلنا كبنات ساعات كتيرة منبقاش عارفين ان احنا حاسين بايه، او مشاعرنا متلخبطة. بمعنى اصح المشاعر اللي انت حاسة بيها في يومك، حاسة ان انت زعلانة وخلاص. ايه اللي مضايقك يا بنتي؟ مفيش. مش عارف. فدي برضو نقطة حلوة جدا في البلانر دي. في بقى بيقولوا لكم ايه اكتر 5 مشاعر من العجلة الخارجية اللي هي دي دايما بتحسي بيه. فبرضو خليكي برضو ان انتي يعني متصالحة مع نفسك وتكتبي حاسة بايه عشان تقدري ان انتي تغيريهم او تتعاملي معاهم ازاي. ايه اكتر 5 مشاعر عايزة تحسي بيهم اكتر السنة دي؟ يعني مثلا انا عايزة ابقى فرحانة، انا عايزة ابقى مبسوطة، عايزة ابقى قوية ومتسامحة مع نفسي ومع الاخرين. كل ده مشاعر اكتبيها. حلوة جدا جدا جدا، وانا بحييهم على الصفحة دي. هنا بقى نيجي للوحة الاهداف السنوية. اول حاجة هم مقسمينها ل4 حاجات: الشخصية، العائلية والاجتماعية، العملية، واهداف عامة. نيجي بقى لتقييم السنة اللي فاتت. يعني انتي مثلا عملتي ايه السنة اللي فاتت، ومثلا ايه الحاجات اللي انتي مأجلاها او ما عملتهاش، فانتي مثلا محتاجة ان انتي تعيديها تاني السنة دي وتبني بقى عليها. فالحتة دي برضو حلوة وسايبين لك مكان واسع تكتبي فيه براحتك. اول بقى ندخل على شهر يناير. لوني احلامك. صراحة الديزاين حلو جدا، انا بشكرهم بجد على الرسومات والتفاصيل والالوان مبهجة، وبتساعدك بجد ان انتي تكتبي في البلانر دي، مش هتسيبيها لحظة. فبجد شكرا. ونقلب بقى، هنلاقي بقى في يناير في مواعيدك الشهرية، فمقسملك كده لغاية 31 يناير. اكتبي بقى مواعيدك المهمة والمناسبات او اي مواعيد تخص اسرتك وصحابك. اللي بعده هنا بقى بيقولك نظمي ايه بقى؟ الحتة الحلوة اللي هي مش موجودة في اي بلانر انا بجيبها هي اكل الاسبوع. وده بصراحة يعني انا مستغربتوش، بس حلو. يعني طبعا هي ماما في الشغل عنوانها ان انتي تنظمي كل حاجة في حياتك بما فيهم حاجة البيت بقى وكل حاجة انتي بتعمليها بتنظميها هنا. زي مثلا اكل الاسبوع، مهام البيت، المشتريات الاسبوعية. فكل اسبوع عاملينه باسبوعه، تمام، و4 اسابيع طبعا. وتكتبي بقى براحتك هنا. والمشتريات طبعا اللي هي ما بتخلص. سايب لها مسافة كبيرة وحلوة. بس فحلوة الفكرة بجد وعجبتني برضو. هنا بقى تخطيط للشهر كله. كاتبينلك الشهر ده الأولوية هتكون كل واحد طبعا أو كل واحدة فينا بيكون ليها أولوية في الشهر ده. مثلا أنا هعمل كذا، سواء بقى ليكي أو لأسرتك، فهتكتبيها. أهداف الشهرية، يعني الحاجات اللي أنا عايزة أعملها في الشهر ده ومش عايزة الشهر ده يخلص إلا وأنا إن شاء الله محققاه. مكتوب بقى إيه الشهر ده هزود من، والشهر ده هغير من، والشهر ده هتعلم إيه. برضو الشهر ده يعني مكتوب حاجات ليكي. يعني برضو عجبني في البلانر دي إن هو بيخاطبك، او اللي هي الشخصية الامورة صاحبة اصلا فكرة ماما في الشغل. بصراحة بجد محترمة جدا وجميلة. فمعنى ان هي تعمل حاجة للبنات او للامهات او لماما عامة، فبصراحة شكرا بجد. هنا بقى مكتوب عامل لكم كده زي تقييم للشهر، خد كام ستار او كام نجمة، والشهر ده كان، وانتوا تسموه طبعا الشهر ده كان حماسي اكتر، الشهر ده كان مليان طاقة، الشهر ده كنت فرحانة فيه، الشهر ده انا خلصت فيه حاجات كتير. ابدعوا يا جماعة بجد. جدول بقى العادات. بصوا عاملين لكم الجدول كده للعادات، كاتبين لكم برضو هنا. بصوا لو قلبت كده الصفحة
انا هحاول اقربها لكم شويه عشان تشوفوا. اكتبي الحاجه اللي عايزه تواظبي عليها كل يوم. ايه الحاجه اللي انت عايزه تواظبي عليها كل يوم؟ هتكتبيها هنا، وهنا كاتبين لكم الايام بتاعه الشهر كله، او يوم بيوم، 1 2 3 اول يوم لغايه 31. فحلو جدا برضو ان انت تعودي نفسك على حاجه او تواظبي عليها وتعلمي هنا، فجميله جدا جدا. فنشوف بقى الصفحه اللي بعدها، نكمل لك بقى بقية يناير. عاملين فكرة حلوة، هم عاملين لك ان انت كأنك بتبني على اخر تجربة زي ما بيقولوا، او يعني بتعملي حاجة مثلا كنت عاملاها من السنة اللي فاتت اخر الشهر وعايزة تكملي عليها عشان ما تنساهاش. عاملين لك مساحة هنا، وكمان بدين لك بقى الشهر بتاع يناير لغاية كل حاجة بقى، سايبين لك مساحة ان انت تكتبي فيها لغاية 31 يناير، وكبدين لك برضو فبراير هنا. فعاملين لك بقى بصراحة يعني شكل جميل جدا، وبجد هيساعدك جدا 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 ان انت تنظمي الشهر واليوم والسنة وكل حاجة. في هنا بقى الصفحة دي كاتبين لك تقييم الشهر اللي فات اللي هو شهر يناير. هتكتبي بقى تقييم بناء على ان انتي عملتي كذا ولا ما عملتيش كذا، غيرتي من نفسك كذا، بدأتي في كذا، تعلمتي كذا كده، وهكذا. فكل ده كاتبينها لك بقى في الصفحة بتاعة التقييم بتاعة الشهر اللي فات. نيجي بقى لفبراير. عجبني طبعا ان هما مركزين ان كل شهر كاتبين لك نصيحة كده او زي حكمة ان انتي تمشي عليها الشهر، ويديكي طبعا طاقة ويدفعك ويديكي حماس كده ان انتي تبدأي الشهر اللي بعده. فكاتبلك في فبراير: لا تنتظري الظروف المناسبة بل اصنعيها. فحلوة جدا 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 بجد، عجبتني. ويلا بينا نشوف فبراير مخبلنا ايه. في هنا كاتبلك برضو مواعيدك الشهرية بتاعت فبراير وكل حاجة زي بالظبط يناير. يعني بصراحة هما مش والله ما قصرتوا. حلوة جدا بجد. مارس بقى كاتبينلك حبك لذاتك سيغير حياتك. طبعا مارس طبعا والغني عن التعريف وهو عيد الأم، فطبعا لازم يدوكي كده حاجة كده حلوة ان انتي تحبي نفسك، عشان لو حبيتي نفسك هتقدري تحبي الآخرين وتعملي يعني زي ما بيقولوا كده تبذلي أقصى ما في وسعك ان انتي تفرحي نفسك وتفرحيهم. ده حلو جدا برضو مارس. هعمل لك بقى بصوا برضو عجبني كل حته في الشهر كاتبين لك نصيحه برضو من تحت كده: اداره الوقت ليست موهبه بل مهاره يمكن اكتسابها مع كورس اداره الوقت من ماما في الشغل. كمان الجدير بالذكر ان ماما في الشغل بتقدم كورسات ليكي اونلاين ان انت تقدري تعملي حاجات كتير مختلفه، وازاي برضو تنظمي يومك وانت عندك اطفال، وتقدري تعملي بالانس ما بين اطفالك وما بين نفسك برضو، عشان لو ما ريحتيش نفسك او ساعدتي نفسك مش هتقدري تساعديهم. فدي برضو حاجه حلوه جدا هم عاملينها في البلانر. انا بوريكم هنا مارس كله كده بصوا، يعني انا بصراحه ما شفتش جمال كده. وبرضو تقييم الشهر اللي فات. هنا بقى شهر ابريل: بقدر اسعادك للاخرين تكون سعادتك. في ناس يعني سعادتها ان هي تعمل اقصى ما في وسعها ان هي تفرح اللي حواليها، وده على فكره حاجه حلوه جدا في كل شخص عنده الموهبه دي او عنده الروح دي بجد. وبجد بجد فبجد اللي هو عارف كويس معنى ان انت تقدم للي حواليك سعاده فهيعود عليك اضعاف، فبجد بجد هو كده يعني في الجون يعني عامل حاجه بجد يعني روعه. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد بيحاول يعملها في يومه. وبرده ابريل عاملينها بلون مختلف، فبرده عاجبني ان هو كل شهر مغيرين اللون بتاع البلانر. فدي حلوه جدا ان انت تميزي الشهر ده باللون ده، او تعرفي كمان تجيبي الشهر ده من لون. يعني انت عارفه ان ابريل لونه مدي على اللي هو احمر او مش احمر، بينك كده في فوشيا، فتعرفي بقى تجيبي حاجتك بسرعه. تمام. بصوا يعني انا بوريكم كده عشان تبقوا معايا في البلانر كانكم معاكم بالظبط، وفي نفس الوقت ان انتوا تشتروها بجد هتستفادوا لانها بجد روعه. هتلاقوا نفسكم مش ما تقدروش تستغنوا عنها في يومكم، ان انتوا بتخططوا في اليوم وفي نفس الوقت بتنفذوا، لان لو خططوا بس من غير تنفيذ فملهاش لازمه. لكن لو نفذتوا او حاولتوا على قد ما تقدروا ان انتوا تتبعوا اسلوب ان انتوا تنظموا وقتكم هيفرق معاكم جدا. شهر مايو: لا تقبلي باقل مما تستحقين. وهعمل لك بقى باسبور وتسافري بقى وتستمتعي بنفسك ووقتك وطياره وحاجات كده حلوه يعني. بما اننا داخلين على موسم الصيف وتقدروا برضو تغيروا في الصيف وتروحوا اماكن عمركم ما رحتوها عشان تغيروا جو وتستعيدوا طاقتكم تاني من جديد مره واثنين وثلاثه.
فدي برضو من ضمن الاهداف ممكن تكتبوها برضو في البلانر، ان انتوا عايزين تسافروا كذا، بلد احلامكم ايه كده وهكذا. وممكن تكتبوا برضو انتوا بتحبوا تتفرجوا على ايه، بتحبوا ايه الحاجات المفيده برضو اللي انتوا بتتفرجوا عليها، سواء افلام او مسلسلات او اي حاجه من الحاجات دي برضو ممكن تكتبوها. يعني مش لازم يبقى كله مثلا اهداف واحلام وكله حاجات تعمليها في يومك وملزمه بيها، لا انت ممكن تدلعي نفسك برضو وتكتبي حاجات انت نفسك تعمليها من زمن كده يعني. يونيو بقى خطتي، كل شيء ممكن فقط تصدقي في نفسك او صدقي في نفسك. ايه بقى خطتك في الشهر ده واللي ممكن تصدقيه في نفسك اكتبيه برضو. وبجد كل حاجه عجباني في البلانر دي بجد، شكرا. ما شاء الله، حاجه معموله باتقان، معموله بحب، ان انتوا ازاي تعملوا في يومكم حاجات مختلفه ومبدعه وما تزهقوش كمان. يعني هي دي الفكره ان اليوم اللي راح ما يبقاش زي اليوم اللي جاي، تحاولوا تحسنوا فيه، تحاولوا ان انتم مثلا اليوم ده ما خلصتش اللي انا نفسي فيه، هو مش اخر الدنيا، احنا بنحاول نظبط يومنا. وافتكروا دايما ان طريق ال1000 ميل بيبدا بخطوه. شهر يوليو، هناك من يبحث عن السعاده وهناك من يصنعها. يعني من يصنعها، عاملين بقى ايه تورته حلوه كده ومزينينها، صراحه حاجه في منتهى الروعه. فبجد فعلا هم عندهم حق، في ناس بتصنع سعاده ما بتستناش حد يخليها فرحانه، هي بنفسها بتخلي يومها حلو. يعني بغض النظر كل واحد عنده مشاكل وكل واحد عنده ضغوطات وعنده ان هو حياته يعني فيها حاجات، لكن مجرد بس التفكير ان انت النهارده هتكوني سعيده او فرحانه باللي انت هتعمليه وتغيري نظرتك بالحاجات اللي انت حاسه ان دي ملزمه منك وتاخديها بحب، هتفرق معاكي جدا. ولو بتعملي مثلا حتى غسيل مواعين، يعني ابسط حاجه او بمعنى صح دي بتبقى زق لينا كلنا عامه، فخدوها بحب وخدوها ان انتوا المهام دي او التاسكس اللي عندكم في اليوم مش الزاميه، حاجه انا بحبها وحاجه انا بعملها لعيلتي وحاجه بعملها لنفسي برضو، فهتفرق معاكم جدا. وجربوها وقولوا لي برضو. يوليو ايه زي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين، بحاول برضو ايه اظبط لكم الكاميرا عشان تشوفوا الكلام المكتوب وتحبوا معايا البلانر يا جماعه بجد. وكل حاجه برضو معموله بلون مختلف. يعني الشهر ده او شهر يوليو اللي جاي، شهر 7 اللي جاي، يعني لسه احنا في ابريل، الشهر 7 اللي جاي معمول بلون اخضر. نيجي بقى لشهر عيد ميلادي وهو اغسطس، فليكن همك السعي في الوصول. بصوا بقى عاملين لك ايه، عاملين لك خريطه، عاملين لك نضاره، عاملين لك بحر، عاملين لك مركب، عاملين لك ان انت تعملي تروحي وتعملي تخييم، عاملين لك شمس. فاغسطس معروفه ان هو صيف 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 يعني يعني تسافروا وتعملوا حاجه مختلفه، انتوا بقى نفسكم. لو انت مش ماما تعملي ايه، لو انت ماما برضو تساعدي نفسك وروحي وسافري، فهتفرق معاكي جدا طبعا. والحكمه اللي هي يكون همك ان السعي في الوصول، يعني ان انت ما تبصيش وراكي، ان انت بتسعي عشان توصلي لهدف او حاجه انت حباها وبقالك كتير جدا انت نفسك فيها وعايزه تظبطيها بحيث ان انت توصلي ليها. ما يكونش همك اكتر ان انت توصلي قد ما انت همك ان انت تسعي ورا حلمك، اما عشان لما توصلي تقولي ان انا تعبت عشان اجي المكان اللي انا فيه دلوقتي. وحلو قوي 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 برضه لون اخضر حلو، انا بحب برضه اللون ده طبعا بالنسبه لشهر ميلادي فان شاء الله خير، يعني واحد يعمل حاجات. وي بس بقى انا بوريكم البلانر كلها لاني بجد بحبكم، فبحب اوريكم كل التفاصيل اللي ايه موجوده في البوكس. شهر سبتمبر، اهتمي بنفسك وسط زحمه حياتك، اهتمي بنفسك بقى، ورسم لك بقى ايلاينر وبلاشر وكمان اي شادو وكمان ماسكارا، فعاملين لك شغل عالي بجد في سبتمبر. وطبعا ليب جلاس والحاجات دي فحلو جدا، حلو الديزاين برضه عجبني يعني بجد بجد فعلا الواحد يعني ما يهتم بنفسه هيلاقي نفسه سعيد، مش محتاج لحد يبسطه. اهتمامك بنفسك على مستوى شخصيتك، على مستوى انت تلبسي حلو، تحطي ميك اب حلو كده وتخرجي، هتفرق طبعا في مودك سواء بقى في يوم في الشهر عامه كده. وبرده كاتبين لك ازاي تنظمي اليوم والشهر عامه، تخطيط الشهر وجدول العادات، وهنا تكتبي برده سبتمبر عملتي فيها ايه. وبرده اللي عاجبني ان هم في اول البلانر او اول كل شهر جايبين لك اليوم اللي قبله عشان تفتكري انت وراكي ايه تعمليه في اليوم اللي بعده، فدي حاجه حلوه جدا او تكملي عليها. فبجد بجد بجد شكرا، عجبني قوي الالوان بتاعت البلانر مبهجه وجميله وبتدعو للتفاؤل وان انت تكتبي بحب في البلانر. اكتبي بقى حياه يقودها عقلك افضل بكثير من حياه يقودها كلام الناس. يعني انت طبعا اللي بيمشي ورا كلام الناس مش بيسلم، او في نفس الوقت هم في كلتا الحالتين سواء انت بتعملي حاجه صح وانت حباها وجميله وما فيهاش غلط هيتكلموا، او الناحيه الثانيه برضه هيتكلموا، ولكن انت طبعا عقلك او ان انت نفسك فيه، او مثلا هيقولوا عليك مثلا كبرتي، او هيقولوا عليك مثلا لا يشوفوا بتعمل ايه وهي عندها اولاد، لا انت حاجات طالما ان انت حباها ومش بتغضبي ربنا او بتعملي حاجه غلط اعمليها، وكل حاجه بتبقى بحب طالما حاجه في ساعتك ان انت تعمليها، وانت بس اللي في قرارك ان انت تعمليها مش كلام الناس. وما تخلوش كلام الناس طبعا ياثر عليكم، لان طالما انتوا بتبصوا على كلام الناس محدش هيقدر يعمل حاجه ولا يوصل لاحلامه ولا يتقدم خطوه. فدي من ضمن النصايح المهمه اللي انا كمان بنصحكم بيها. برده نيجي لتخطيط الشهر ده، هم عامل لكم انتوا برضو تخططوا اليوم والشهر، وبرضو نفس الموضوع، وكانت سايب لكم مساحه ان انتوا تكتبوا كل يوم تعملوا ايه. فبجد بجد جميله. ربنا يكرم اللي كتب بجد البلانر ويسعدهم بجد، ويسعد البنوته القمر، هي متهيألي هي اللي كاتباها وعامله كل حاجه بحب، عشان كده طلعت بالشكل الروعه ده. نوفمبر بقى بتقول لك ايه، اصنعي اللحظات الجميله لا تنتظريها. سواء بقى اللي بيحب هو يعمل تريكو ديكوباج، بيحب يعمل خياطه، ديزاينات يعني امريكان ويفصل، كل ده ممكن تعمليها وتخليها عاده من عادات يومك. فبقول لك برضو ان انت تنظمي وقتك ازاي، واكل اليوم والاسبوع، تخطيط الشهر، جدول العادات. ونوفمبر اهو فاضل اخر شهر، بجد عجبني قوي البلانر.
تخطيطه حلو والوانه حلو زي ما قلت لكم، ما يخليكيش تزهقي، كل شهر جايبين لك فيه حكمه ان انت تقدري ان انت تستعيدي طاقتك تاني، حتى لو الشهر مثلا فات حاسه ما عملتيش فيه حاجه قوي تعوضي الشهر اللي بعده بجد. حتى لو فاتك حاجه، انت ما فاتكيش حاجه، انت بس محتاجه شويه تنظيم وقت وهتلاقي نفسك بقيتي احسن واحسن واحسن. تاتي الامور على قدر سعيك، يعني بمعنى ان انت اي حاجه نفسك فيها ما تخليش مثلا ان انت بس تقفي وتفكري فيها بس، لا تساعدها، مجرد بس السعي هتلاقي ربنا فتح لك الابواب المغلقه. يعني انت نفسك مثلا تتعلمي رياضه او تتعلمي حاجه هاند ميد، ابدأي فيها وهتلاقي نفسك بقيتي يعني سينيور فيها، وابدعتي كمان واخترعتي ديزاينات مختلفه واخترعتي حاجات جديده، وتلاقي ناس مثلا جم يساعدوكي من حيث لا تدري يعني. وده بجد مجرد مش بمجرد نصيحه، ابدأوا بس. وبرده الشهر كله معمول بحب، واللون الجربل طبعا اللي انا بموت فيه بحبه قوي بجد هو لون البينك. فالالوان يعني عامه انا الالوان اللي هي بحبها قوي او من ضمن اولوياتي هو اللونين دول، وباقي الالوان برده بحبها بس بدرجات. عامل لكم بقى حاجه لطيفه قوي، يعني دي ممكن هم عاملينها ورق فاضي بس اكيد لغايه معينه، انت مثلا حاسه ان انت عايزه تعملي زي مسوده كده تكتبي فيها حاجات انت مثلا مش عايزه تحطيها بقى في البلانر، او يعني خايفه على البلانر يعني يبقى موجود في حاجات كروكي كده، فاهماني؟ هي دي الدهاليز بتاعت البلانر حلوه جدا بجد، عجبتني. شكرا من قلبي بجد على كل حاجه. بلانر شكلها لطيف حلوه، تناسب ان انت كمان تحطيها في الشنطه تاخديها معاكي في اي مكان وتنظمي وقتك برده، يعني ما تبقاش بس في البيت، لا هم مخترعينها او عاملين لها ان هي تبقى مقاسها مش كبير قوي عشان تدخل في شنطه اي بنوته او شنطه اي حد عامه. حلوه جدا عجبتني، ومش تقيله خالص خالص بجد، فحلو يعني عجبني بجد، هو خطير. تعالوا بقى ناخد لفه كده في البوكس ومحتوياته عشان اوريكم كل حاجه على الطبيعه. كتاب التلوين والستيكرز وجورنال مصروفات وتودو ليست والبوكس، وهنا النتيجة او البلانر، وكمان البوك مارك والقلم الكيوت العسول والانوال بلانر، وكمان جورنال يومي او داي، واجندة او البلانر نفسها. وكده الشكل اكتمل في البلانر بتاع ماما في الشغل، والبوكس كان بجد قيم وفيه محتويات كتير حلوة، عجبني وابهجني وبجد شكرا. واشتروه بجد يا جماعه، هتفرق معاكم في يومكم وهيفرق معاكم في السنه كلها ان انتوا تعملوا وتخططوا للسنه بتاعتكم، وما تروحش كده تبقى عندكم كميه انجازات حلوه عاملينها وفرحانين بيها، تيجوا اخر السنه ان انتوا تكافئوا نفسكم وتعملوا اي تغيير انتوا حابينه. بجد اسعدتوني وابهجتوني وضفتوا ليومي كده سعاده. من هنا للسنه الجايه ان شاء الله اقابلكم واحنا كلنا محققين كل احلامنا وكاتبين على كل بلانر احنا عاملينه احنا عملنا ايه وانجزنا ايه في يومنا. وبجد شكرا، واشوفكم فيديوهات جديده من شوبينج ست البنات، وباي باي.